كنبداو الفيلم ديالنا في مدينة ريو دي جانيرو في قديم الزمان، وكنشوفو روكيت وهو كيلعب الكرة مع صحابو وكان واقف كحارس. وتفكر اول بيت كان دخل عليه في الشبكة ديالو وسبب في الخسارة لفرقتو، وصحابو قالوا ليه باللي راك فاشل ما كتعرف دير والو. ولكن روكيت قال لهم هذه راه غير لعبة، ومشى يجيب الكرة ديالهم من الملعب اللي كان حداهم. ولكن واحد جوج دراري خداو ليه الكرة وبداو كيلعبوا بها، وديك الساعة دخل معاهم روكيت في مشكل كبير. ولكن بقاو الدراري كيلعبوا بالكره ديالو. وفي ذاك الوقت جا واحد الولد كبر منهم سميتو شاغي، وخدا الكره وبدا كيلعب بها، حيت هذا الولد كان معروف كاين في العصابه ديال تاندر تشيرو، وما كيقدر حتى شي واحد يطلب منه الكره حيت كان مجرم خطير وخافوا لا يقتلهم. ومن بعد وصلوا صحاب شاغي وطلبوا منه يحبس اللعب ويمشيو يوجدوا راسهم باش يرزقوا الشاحنه ديال البوطات ديال الغاز. وساعتها شاغي شد الكره وضربها لفوق في السماء وخرج السلاح ديالو وطلق عليها القرطاس. ومن تما كنعرفوا بلي العصابه ديال تاندر تشيرو من اشهر العصابات اللي كاينين في المدينه، وكانوا خمسه بيهم اللي سميتهم شاغي وكليبر وجوس، ومعاهم جوج دراري صغار سميتهم ليلداس وبيني. وكنعرفوا ان جوس وروكيت كانوا خوت. ومن وصلت الشاحنه ديال البوطات للمدينه وقف شاغي قدامها وهز السلاح وطلب من الشيفور باش يهبط منها. ومن بعد طلعوا العصابه فوق الشاحنه وبداو كيوزعوا البوطات ديال الغاز على الناس ديال المدينه، وخداو حتى الفلوس من عند الشيفور. ومن بعد جاو البوليس وهربوا العصابه من ديك البلاصه وتفرقوا، كل واحد مشى في جهه وتظاهروا بحال الا كيلعبوا في الكره باش البوليس ما يشكش فيهم. ومن بعد ما مشاو البوليس جبدوا العصابه الفلوس اللي خداوها من عند الشيفور وفرقوها على الدراري الصغار. ومن بعد مشى جوس عند خوه روكيت وجبد الفلوس من جيبو وعطاها ليه، وزاد قال ليه يعطيه هاد الفلوس للاب ديالهم، ولكن ما يقولش ليه باللي جوس هو اللي عطاهم ليه، حيت كان عارفوا باللي باهم ما يرضاش ياخذ الفلوس من عند ولده حيت راه شفار. وكان روكيت ساكن في واحد المنطقه سميتها مدينه الله، وكانت معروفه هاد المدينه بانها ملجا ديال المتشردين وحتى الفقراء اللي كانوا في واحد الوقت بزاف ديال الناس ضاعوا لهم الديور ديالهم في الفيضانات وانتقلوا يسكنوا في مدينه الله. وكانت هاد المنطقه فقيره بزاف لدرجه ما فيها لا ماء لا ضوء، وكانوا اللي ساكنين في مدينه الله خاصهم يمشوا للمناطق اللي حداهم باش يجيبوا الماء. وفي ذاك الليل قررت العصابه ديال تشاندر تشيرو يسرقوا واحد لوطيل اللي كاين في المدينه، وكان العقل المدبر ديال العصابه هو ليلداس، واخا كان اصغر واحد فيهم ولكن كان اذكى واحد، وهو اللي كيعطيهم الخطط اللي غادي يتبعوها. ومنين وصلوا للوطيل طلب شاغي من ليلداس يبقى برا ويخلي معاه السلاح باش الا جاو البوليس يطلق طلقه في السماء وينبههم. ولكن ليلداس كان معصب بزاف منهم حيت كان باغي يدخل معاهم للوطيل ويسرق معاهم. ولكن العصابه بداو كيضحكوا عليه وكيستفزوه حيت كان صغير بزاف، وهذا الشيء علاش ما كيخليوش يدخل معاهم حيت ممكن يتضرب. ومن بعد دخلوا العصابه للوطيل وتعاملوا بحال الا خدامين فيه باش يقربوا للناس اللي كاينين في القاعه. واول ما دخلوا ليه جبدوا السلاحات ديالهم وهددوا الناس بالقتل الا ما عطاوهمش الفلوس اللي عندهم. وبالفعل سرقوا من عندهم كل شيء اللي كانوا كيملكوه، واخا سرقوهم العصابه زادوا صفاوها ليهم كاملين اللي كانوا في الوطيل. ومن بعد سمعوا الصوت ديال الطوموبيلات ديال البوليس وفهموا ان ليلداس ما علمهمش حيت كان مقلق منهم ورفض ينبههم. وخرجت العصابه كتجري من الوطيل وخداو واحد الطوموبيله اللي كانت قدام الوطيل وركبوا فيها وبداو هاربين بسرعه كبيره حتى دخلوا في الكازينو. ومن بعد وصلوا البوليس لذاك الوطيل وتفاجئوا باللي كاع الناس كانوا مقتولين بالقرطاس وبطرق خايبه، وما بقى حتى شي واحد عايش فيهم باش يسولوه ويفهموا شنو وقع لهم. وفي ذاك الوقت واحد من مدينه الله سميتو شورتي كان شاف العصابه وهما داخلين بالطوموبيل في الكازينو، وعرف باللي كانوا كينفذوا في عمليه ديال السرقه، وخدا التليفون واتصل بالبوليس باش يبلغهم شنو طاري. وشاف شورتي جوج من العصابه هاربين للغابه وعيط على صحابو باش يجريو من وراهم، ولكن هاد الجوج تخباو فوق الشجره تمشاو صحاب شورتي. ومن بعد هرب شاغي ودخل الدار كان فيها الام والبنت ديالها عايشين غير بوحديتهم. واول ما شاغي شاف البنت اللي كانت زوينه بزاف وكانت عجباتو وطلب من الام ديالها يخبيوها عندهم في الدار حتى للصباح حيت البوليس كانوا كيقلبوا عليه. والام ديالها وافقات، وفي ذاك الوقت وصلوا البوليس للغابه ما لقاوش العصابه، وبالصدفه شافوا واحد الولد كان غادي في الطريق
التراك ديالو، ولكن صفاوها ليه حيت البوليس كيسحابوه واحد من العصابه. ومن بعد ما مشاو رجع جوس للدار وتلاقى مع باه، ولكن كيتفاجأ ملي باه كيضربو في وجهه وتعصب عليه وقال ليه من دابا غادي يبدا الخدمه معاه وخاصو ينسى العصابه نهائيا بسبب الجرائم ديال القتل اللي دارتو العصابه. وقرروا البوليس يبداو يراقبوا مدينه الله، وبداو كيشدوا كل نهار شي وحدين اللي ما عندهم حتى شي ذنب وكيدخلوهم للحبس. وكانوا البوليس كيتصوروا بهذه الطريقه غادي ينقصوا من الجرائم ديال القتل وحتى السرقه، حيت بزاف من الناس ديال المدينه كانوا متشردين. ومع الوقت العلاقه بين شاغي وبرنيسي اللي كانت خباتو عندها في الدار ولات علاقتهم قويه وبداو كيبغيو بعضياتهم. وبرنيسي شرطات عليه واحد الشرط باش يكمل معاها، انه خاصو يحبس الخدمه مع العصابات ويلقى خدمه ديال بصح، حيت كانت ما بغاتوش يدخل الحبس. ومع الوقت كنشوفوا جوز كيخدم في محل ديال الحوت ديال باه، وجات عنده كليانه كانت زوينه تشري الحوت من عنده، وكان باغي يهضر معاها وما كانش عارف باللي هي مرات شورتي. وشورتي ملي شاف جوز كيهضر مع مرته قرر يبلغ عليه البوليس. ومن بعد ما وصلت الشرطه جوز قدر يهرب منهم بالزربه، والبوليس ما لقاو غير خوه الصغير روكيت وشدوه. ومن تما طلبوا منه يديهم للدار ديالو ودخلوا فعلا وبداو كيقلبوا على جوز، ولكن ما لقاوهش في الدار. ومن بعد جوز كان هارب في الغابه وبالصدفه شاف ليل داس ومعاه خوه الصغير ديال شاغي، ولقى عندهم بزاف ديال الفلوس وطلب منهم يعطيوه شويه ديال الفلوس، ولكن كانوا ما بغاوش. وديك الساعه جوز كيضربهم وخدا منهم الفلوس بزز منهم وهضر مع بيني باش يمشي يقول لشاغي باللي كاين واحد في الدوار كان مع البوليس، ونصحوا بيني ياخد باله. وفي ديك اللحظه جوز قرر يخرج من مدينه الله وما يرجعش ليها نهائيا. ومن بعد دخل شورتي مدابزه مع مراته حيت كانت كتهضر مع جوز، وقرر يدفنها وهي حيه. والجيران داروا صبعهم في ودنيهم وعيطوا للبوليس واللي جاو وشدوا شورتي. وفي نفس النهار وصلت الخبر لشاغي بان البوليس كيقلبوا عليه في كاع البلايص، وقرر هو الصديقه ديالو يهربوا من مدينه الله وخرجوا من الدار. ووقف شاغي واحد الراجل بالطوموبيله ديالو وركب حتى الشيفور وهز عليه سلاح، وطلب من الصديقه ديالو تركب في اللور ديال الطوموبيل. وبدا الراجل غادي شاد الطريق وكان السلاح مهزوز عليه على راسو، وشويه خسرات ديك الطوموبيل ونزل شاغي باش يدفعها. ولكن البوليس كانوا متبعينه، واول ما شافوه بداو كيطلقوا عليه في القرطاس حتى صفاوها ليه. وبرنيسي كانت كتشوف الشرجم وهي غادي تحماق على روميو ديالها، وقررت تهرب حتى هي وتخرج من المدينه. ومن بعد كان شاغي ميت في الارض وتجمعوا عليه بزاف ديال الناس، وكان واحد الصحفي عنده كاميرا بدا كيصور في الجوته ديال شاغي. وروكيت كان واقف كيتفرج في شنو واقع حيت اول مره في حياته كيشوف كاميرا. وكان روكيت مصدوم بزاف بهذا الاختراع وكان كيتمنى يكون عنده شي نهار بحال هاد الكاميرا. ودابا دازت 10 سنين وتزادت حالات السرقه والقتل في مدينه الله، وروكيت قدر يجمع الفلوس ويشري الكاميرا اللي كان دائما كيحلم بها. وكان كيعشق واحد البنت كانت زوينه سميتها انجيليكا وكيصورها بزاف بالكاميرا ديالو، ولكن هي ما كانتش كتبادلو نفس الاحساس حيت هي كانت مع واحد اخر. وروكيت ولا كيخدم كمصور خاص ديال انجيليكا، والمجموعه ديالهم كان سميتهم بروفي. وكانت ديك المجموعه كيعطيو لروكيت الفلوس مزيان باش يصورهم. وانجيليكا كانت كتهضر مع روكيت وعاودت ليه باللي باغا تجرب تكميشي جوان ديال الحشيش. وبما ان روكيت كان طايح فيها قرر يمشي عند واحد كان معروف في مدينه الله كتاجر المخدرات وطلب منه جوان ديال الحشيش. وفي نفس الوقت دخل ليلداس مع العصابه ديالو، وكان في ذاك الوقت عنده 18 عام ودابا ولات عنده عصابه خطيره. وقرر يبدل سميتو وتولي ليلزي. وليلزي كان مع العصابه ديالو وبداو كيسرقوا في الديور ديال المنطقه، وما بقات لي دابا غير الدار ديال تاجر المخدرات اللي كان صاحب روكيت. وساعتها قرر ليلزي يشفر هاد الدار ديال تاجر المخدرات وياخد ليلزي السلعه ديالو ويبدا يبيعها في بلاصتو، حيت التجاره ديال المخدرات في ذاك الوقت كانت مربحه بزاف وغادي يجبد منها بزاف ديال الفلوس. وحتى السكان ديال مدينه الله كانوا كاملين خدامين في التجاره ديال المخدرات، من بينهم حتى الدراري الصغار، وحتى البوليس كانوا مشاركين معاهم في التجاره. وليزي تما قرر يصفيها لكاع التجار ديال المخدرات اللي كاينين في المدينه وحتى الدراري الصغار، وصفاه حتى البوليس باش يبقى هو التاجر الوحيد اللي كاين في مدينه الله وياخذ كاع الفلوس كامله. وبدا يخدم معاه حتى الناس باش يصاوبوا المخدرات ويبرموا حتى الجوانات، حيت ليلزي ما يقدرش يدير هذه العمليه كامله
كامله بوحديته، ووافق على التاجر صاحب روكيت يخدم معاه ويستعمل المحل ديالو باش يخزن فيه المخدرات. ودابا ولات عنده قوه كبيره حتى ولا اغنى شاب في مدينه الله. ومن بعد بمده قررت أنجيليكا تفارق مع صديقها تياكو حيث ولا مدمن على المخدرات. ومن سمع روكيت بالخبر وفهم باللي هذه هي الفرصة ديالو الوحيدة باش يقرب ليها ويعترف ليها على المشاعر ديالو. ومن بعد تياكو مشى عند بيني باش يشري من عنده المخدرات، وبيني لاحظ باللي تياكو كان لابس مزيان ومفركس، وكان بيني حتى هو معجب بأنجيليكا وباغي يكون معاها. وقال تياكو الشرط الوحيد باش يبيع لي المخدرات هو يجيب لي الحوايج بحال كيما كيلبس. وبالفعل مشى تياغو شرى ليه بزاف ديال الحوايج، وبيني ديك الساعه عطاه المخدرات وما خداش منه الفلوس، وكان باغي غير اللباس اللي كان شرى ليه. ومن بعد قرر بيني يبدل الشكل ديالو وحتى الطريقه ديال اللباس ديالو، وولا كيتلاقى مع انجيليكا وكيمشيو يجلسوا في الكازينو وكيدوزوا وقيته زوينه. بينما روكيت ما كانش عارف باللي بيني كيدير المستحيل باش يخطف انجيليكا منه، حيت في ذاك الوقت روكيت كان خدام في محل كيضرب سيمانات طويله تما بالفلوس قلال، وكان حاس براسو مظلوم حيت ليزي كيدخل الفلوس من المخدرات وهو كيعاني في الخدمه نقيه وما كياخذ والو. حتى لواحد النهار دخلوا شي دراري صغار للمحل وهو كان خدام، وقرروا يسرقوا ليه الماكله وحتى الحلوى. وحاول واحد البوليسي يوقفهم ولكن هربوا ليه بالزربه. ومن بعد جاموا للمحل وتعصب عليه واتهموا باللي راه كان متفق مع الدراري باش يسرقوا الحانوت. وحاول روكيت يشرح لمول المحل باللي ما عنده حتى شي دخل في هادشي اللي كيوقع، ولكن مول المحل ما بغاش يسمعو وصافي قرر يطردو وما عطاهش حتى الخلاص ديالو في اللي كان خدمو. وروكيت تما حس بالهكره وباللي المدينه كانت عامره غير بالفساد والقتل وحتى السرقه، وقرر دابا يتمرد ويتعامل بحالهم. ورجع للدار وجبد السلاح ديال خوه وحطها في جيبو وهبط يشوف صاحبو وركب معاهم في طوبيس، وكان ناوي يسرق الكونترول ويهددو بالسلاح وياخذ منه داك الفلوس. ولكن في اخر لحظه بدل الراي ديالو حيت كان عارف بلي الكونترول كان جارهم وكيعيش حداهم في نفس الحومه. وساعتها هبط من داك الطوبيس ومعصب من راسو حيت ما قدرش يشفرو مع ان المدينه كانت عامره بالسرقه وحتى القتل كل نهار وما كاينش اللي كان كيحبسهم. وتما قرر يمشي مع صاحبو المخبازه باش يتعشاو. وفي ديك اللحظه قرر يسرق الفلوس ديال المخبازه، ولكن اول ما دخلوا لقاو واحد البنت زوينه كتقدم ليهم الماكله وكان شاد سلاح وباغي يهاجم عليها، ولكن بقات فيه البنت وحس باللي ما تستاهلش السرقه. وصدق تراجع على القرار ديالو واضطر يمشي مع صاحبو بلا ما يشفروها. ومن بعد ما خرجوا من المخبازه صادفوا واحد الراجل تالف بطونوبيله ديالو وكيسولهم على البلاصه سميتها بارا، وطلب من روكيت وصاحبو يركبوا معاه في طونوبيل باش يديو لديك المنطقه اللي كيقلب عليها. وهنا روكيت قرر يسرق هذا الراجل. وفي نفس الوقت بيني وانجيليكا كانوا كيشطحوا في واحد الكازينو وشويه دخل عليهم واحد كان هاز سلاح سميتو بلايكي وهز سلاحو على بيني وقتلو في بلاصتو. وبلايكي دار هادشي كامل حيت كان كيكره ليلزي وكان كيخدم مع العصابه اللي منافسه ليه. ومن بعد مشى عند كروتش اللي هو الرئيس ديال العصابه ديالو وطلب منه باش يساعدو حيت كان خايف من الانتقام قال ليلزي. ولكن كروتش تعصب عليه هنجبد عليهم مصيبه كبيره وصفاها ليه حتى هو. وكان واحد سميتو ناض اللي كان ليلزي كيغار منه بزاف حيت البنات كاملين كيدوروا به حيت كان انيق وبعقلو. وقرر ليلزي ينتقم منه ويتعدى على صاحبته قدام عينيه حيت ما كانش باغاه. ومن بعد مشى للدار ديال ناض باش يقتلو، ولكن لقى غير خوه في الدار وصفاها ليه. ومشى كروتش عند ناض وعطاه السلاح وقال ليه خاصك تاخذ حق خوك وتقتل ليلزي. ومشى لعند العصابه ديال ليلزي وقتل اغلبيتهم، ولكن ليلزي قدر يهرب قبل ما يطيحوا. ومن بعد قرر ناض يكون مع العصابه ديال كروتش وبداو كيدخلوا البنكات وكيسرقوا الفلوس كامله حتى ولاو اغنى عصابه في مدينه الله وشراو الاسلحه بالكثره ومشاو يهاجموا العصابه ديال ليلزي. وبدات الحرب بيناتهم وتحولت ديك المدينه لساحه حرب ما بين كروتش وليلزي. وفي ذاك الوقت روكيت كان خدام في توزيع الجرايد وقرر يبعد راسه من السرقه وحتى من العصابات. ومن بعد بشويه البوليس شدوا ناض وصوروه في لقاء صحفي وكان كيهضر فيه على الحرب اللي دايره في مدينه الله وكيهضر على السبب ديال الحرب وحتى علاش دخل العصابات وكيفاش تقلب في مده
قصيره من واحد ظريف ومجتهد المجرم كيسرق. وفي ذاك الوقت ليلزي ولا كيغار بزاف من ناض حيت ولا مجرم مشهور وبان في التلفازه والصحافه كامله كتبغي دير معاه لقاء. وليلزي قرر يستعمل روكيت باش يصورو ويطبع عليه تصاور باش ينشرهم في كاع البلايص ويتشهر بحال ناض. وعطاه الفلوس بزاف غير باش يصورو. ومن بعد مشى روكيت للجريده وطلب من واحد كيخدم تما يساعدو ويطبع تصاور من الكاميرا ديالو. وفي ديك اللحظه كانت صحفيه كتسمعهم وقررت تاخذ تصاور وتنشرهم في الجريده مع مقال على ليلزي والعصابه ديالو. وفي ثاني نهار خرجت الجريده وروكيت صدم ملي شاف الصفحه الاولى الصور ديال ليلزي والعصابه ديالو وتخلع بزاف لا يصفيوها ليه. ومشى نيشان للمكتب ديال الصحافه ودابس مع الصحفيه اللي كتبات داك المقال، ولكن هي عرضات عليه يخدم معاهم في الجريده كمصور صحفي في المقالات باش يصور لهم كل شيء اللي كيوقع في مدينه الله من العنف والسرقات والقتل والجرائم اللي كان العدد ديالهم بزاف. وكان روكيت فرحان بزاف بالوظيفه ديالو، ولكن في نفس الوقت خايف من رده ديال الفعل ديال ليلزي ملي يشوف التصاور. ومن بعد ليلزي كان مدابز مع واحد سميتو تشارلي اللي كيجيب ليه سلاحات وقرر يطردو بلا ما يخلصو. ومن بعد كيخرج للزنقه في الحومه ديالو وكيفرق الاسلحه على الدراري الصغار وقال لهم غادي نعرض عليكم على الدجاج في المقابل تعاونوني باش نقدر نشد روكيت. وهادوك الدراري بداو كيجريو مورا واحد الدجاجه بالسلاح ديالهم وبغاو يصفيوها ليها حتى وقفات الدجاجه قدام روكيت اللي كان غادي مع صاحبه وكان كيهضر مع صاحبه على التصاور الجداد اللي باغي يعطيهم للجريده باش يرسموه في الخدمه ديالو. ولكن صاحبه كيفهمو باللي هاد التصاور راه خطيرين بزاف. وفي ديك اللحظه كيشوف ليلزي والعصابه ديالو واقفين عليه في الزنقه وهازين السلاح وطلبوا منه يشد ديك الدجاجه ولا غادي يصفيوها ليه. وكيهز ليلزي السلاح ديالو على روكيت. وفي نفس الوقت جاو البوليس من مورا روكيت وامروا العصابه ديال ليلزي باش يلوحوا السلاحات ديالهم، ولكن ما عطاوهمش اهميه وبقاو هازين السلاح حتى على البوليس. وهذا الشيء كامل كان واقع وروكيت كان واقف في النص ديالهم. وفي ديك اللحظه روكيت مشى كيجري وتخبى والبوليس تراجعوا ملي لقاو الناض والعصابه ديالو بداو كيطلقوا عليهم في القرطاس على ليلزي والعصابه ديالو. وقدر ليلزي يقتل ناض ومن بعد شدوا البوليس ليلزي ولكن طلقوه حيت عطاهم بزاف ديال الفلوس. وكل شيء كان قدام عين روكيت اللي كان كيوثق الاحداث كامله بالكاميرا ديالو. ومن بعد الدراري الصغار خانوا الاتفاق ديالهم مع ليلزي وصفوها ليه في ديك الزنقه حيت ولا عندهم الاسلحه. وروكيت صور داك المشهد وصور حتى الجثه ديالو ونشرها في الجريده. ومن داك النهار ولا روكيت مصور صحفي مشهور. ومن بعد بدل سميتو ولات سميتو هي ويل اشهر صحفي في مدينه الله. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا ونتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم الفيلم ما تنساوش خليونا شي لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. يلا نتشوفوا في الفيلم جديد ان شاء الله. يلا تشاو.